كل يوم اغسل اسناني وفيها تسوس، في حاجه غلط. كلنا بيحصل معانا كده، نفس اللي حصل بالظبط. بنغسل اسناننا كل يوم ومع ذلك اسناننا بتسوس. طب هو العيب في المعجون ولا العيب فينا ولا العيب في مين؟ لو العيب في المعجون فالحلقه الجايه هنتكلم عن ازاي تختار المعجون صح. لو العيب في الفرشه فاتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ازاي تختار الفرشه صح. بس مش معنى انك معاك الفرشه انك تعرف تستعملها صح. تعال اقول لك ازاي تستعمل الفرشه صح. قبل ما اقول لك ازاي تستعمل الفرشه صح، بس في نقطه نسيت اقولها بس من الفعل اللي فات. الفرشه دي لو ركزت هتلاقي ان هي دي ايه، كلها سوا واحد مستقيمه. انما ديت هتلاقي في ثنايات في النص، الحته البيضه دي واطيه او طولها اقل عن الباقي. في هنا وفي هنا. في شكل ثالث بتبقى على شكل زجزاج، تبقى حته طالعه وحته نازله. ده بيفرق في ايه؟ ده بيفرق في التنظيف. دي تنظيفها ممكن 70%، انما دي تنظيفها بيوصل لو استعملتها صح 99% من التنظيف. وكمان بتنظف الاسنان وبتنظف بين الاسنان. فانت لما تيجي تختار الفرشه سواء بقى هي هارد ميديوم سوفت، لازم تختارها اللي هي بزجزاج دي، او اللي هي حته عاليه وحته نازله. دي اهم، دي اول حاجه في الفرشه لازم تستعملها. طب انت اخترت الفرشه صح، لما تيجي تستعملها بتحط المعجون على الفرشه. بعد ما تحط المعجون على الفرشه، اولا انت لما تيجي تحط المعجون على الفرشه دي مش احسن حاجه. ليه مش احسن حاجه؟ انك بتحط المعجون على الفرشه وبعدين تحطه على اسنانك. هنا انت المعجون بيغطي المنطقه دي بس، طب بقيه الاسنان مش بيغطيها، كميه المعجون مش بتغطيها، فبالتالي مش بتنظف المنطقه اللي جوه. فبالتالي اصلا معظم الناس عندها تسوس في الحته اللي في المنطقه دي كده، مش فاهم، لان انت هنا انت بتنظفها كويس، انما الحته اللي جوه المعجون ما بيوصلهاش ومش بتنظف كويس. فاحسن حاجه انك بتحط المعجون على ايدك وبعدين تنزل الكريم على اسنانك من جوه ومن بره. وبعد ما تحط المعجون تيجي تستعمل الفرشه، كلنا بنستعملها مايله كده. برضو دي مش صح، دي مش بتنظف اصلا. انت عشان تتنظف لازم تبقى جايب زاويه 45، مش هتقيس الزاويه، انت خليها مايله. وبعدين في طريقه انك تيجي تنزلها كده، وفي الطريقه ومن تحت تطلع كده. بس دي مش احسن، دي مش بتنظف احسن حاجه. احسن حاجه تنظيف انك تجيبها مايله زي ما هي كده وتتلف حركه دائريه. حتى اصلا لو ركزت على الغاليه دي بص هتلاقي معمول عليها دايره، دي الحركه بتاعت الدوران بتاعت اللف. فانت بتعملها ازاي؟ تبقى مايله كده وبعدين تلف كده اهي. طب انت كده نضفتها من بره، طب من فوق بقى الاسنان من فوق من هنا، وانا هتنضفها ازاي؟ برضه تحطها كده وتلفها حركه دائريه، ومن جوه زي من بره. في فيديو دلوقتي انا هعرضه ازاي تستعمل الفرشه صح لطريقه التنظيف من جوه، هيبقى اوقع واحسن. لو قلت لي بقى اللي موجود واللي انا بشربه دلوقتي في الكوبايه دي، هديك معجون اسنان وفرشه هديه. سلام. ده شكل ده الحاجه اللي جوه.